نهاية المجرم فقد تتعاطف معه. انظر إلى جرائمه وضحاياه. على سبيل المثال وايد ناس شافوا مسلسل ناركوس اللي يتكلم عن بابلو اسكوبار أكبر تاجر مخدرات في العالم. وايد ناس يمكن حبت شخصية، تأثرت فيها، تعاطفت مع الشخصية، ما عجبتهم الطريقة اللي انذبح فيها. بس تذكر كم عدد ضحايا بابلو اسكوبار، مئات إذا مو آلاف. اليوم تشوف تاجر المخدرات يمسك وينفضح وتصير لوي عليه ويمكن ينذبح، ما يصير يكسر خاطرك، ما يصير التعاطف معه، ما يصير تستر عليه. لازم تفضحه ويكون عبرة حق غيره. قبل لا تتعاطف معه، قبل لا تقول يا جماعة لا حد يسولف عنه، فكر بالعوائل اللي اندمرت. فكر كم بيت هدم تاجر المخدرات، كم شاب أو شابة ضيعهم تاجر المخدرات هذا. تذكرون سالفة الأبو والأم اللي يتعاطون وحطوا طفلهم رضيع بالثلاجة، ما أدري بالغسالة أو بالفرن. تقرير الداخلية إنهم كانوا يتعاطون الكيميكال، نوع المخدرات اللي صادوا فيها تاجر المخدرات. فقبل لا تتعاطف مع تاجر المخدرات الحيوان، فكر بهالرضيع شنو ذنبه. ثاني شيء رب العالمين يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني ما يصير شخص مجرم تحاسب أهله. هل أهل المجرم بإخوانه، عائلته، عياله يمكن ما لهم شغل بالموضوع، ولكن ما أقدر أرفع صوتي غرفة يمكن اللي يسمعوني. ولكن شلون زوجة تاجر المخدرات تقول أنا ما يعرف، أنا ما يدري هو شنو يشتغل، شلون ما يعرف؟ متزوجة أنت الأسطورة رفاعة الدسوقي، ما تدرين قاعد يشتغل بشنو؟ ما تشوفين الفلوس هذه من وين قاعد؟ أنا ما يعرف، أنا هو يقول سوي هذا مسرحية طفي ليت وفي ناس يخرع، هذا يجيب واجد فلوس. مسرحية مال رعب ما يجيب واجد فلوس، يشتري طيارة خاصة وسيارة وفيلا وبيت وسفر. المرة السنعة تعرف رجلها يجيب الفلوس من وين، يشتغل بشنو. المرة السنعة الملقوفة إذا شافت رجلها لابس جوتي جديد تفتح محضر تحقيق، تكتب تاريخ وتبلش محضر من أين لك هذا. تاجر المخدرات يعدم فورا ولا تأخذكم به رحمة، وينقل إعدامه، القنوات كلها تشوفه التلفزيون. واللي صار هذا يمكن دعوة من أم احترق قلبها على ولدها اللي مات من مخدرات، أو دعوة من زوجة مظلومة راح زوجها بسبب المخدرات وضاع بيتها وضاع عيالها، أو دعوة من أب تعب على ولده وكان حلمه إنه يشوفه بأعلى المراتب والمخدرات دمرته. ناس تقول من ستر على مسلم ستر، أي ستر التشفيك؟ فاشينيستا صايدينها بيخت، شنو اللي ستر؟ شلون الناس تتعظ، شلون الناس تعتبر، شلون يكون عبرة حق غيره، شلون التجار باجي يدرون ان النهاية الإعدام. وفي رسالة أخيرة أحب أوجهها حق الكاسيات العاريات المتبرجات اللي يشيعون الفاحشة في مجتمع. أنتوا آخر ناس تتكلم عن الأخلاق، أنتوا آخر ناس ممكن توجه مجتمع شلون يتعامل مع أمور مثل هذا. فإذا كنت رخيصة ومستغلة جسمك الرخيص عشان يجيب لك متابعين ومشاهدات، سكتي ولا تتكلمين عن الستر، ستري نفسك أول. وبعدين تذكرون كلامي عن الوسط هذا، يعني شنو كنتوا متوقعين؟ وبعدين المسخرة وين؟ تصير حملات برعايات حكومية لتوعية المجتمع من خطر المخدرات، وحملات عشان الصغار يتأثرون فيهم وكذي، ومن يشارك بهالحملات؟ ناس من هالوسط. مثال يعني تخيل أنت ماشي بسيارتك تشوف واحد وايد سيء، تقول له سمعت تعال علم عيالي الأخلاق.
نبي نسوي حملة تربوية وتوعوية حق المجتمع، ونبي اللي يشارك فيها الناس اللي يعلمونهم الفسق والألفاظ البذيئة. وما ننسى نوجه تحية حق الرجال الداخلية اللي قدروا يقبضون على تاجر المخدرات، يعطيكم العافية. بس يعني لازم إذا تسمحون ننبه أن هذا وغيره تجار قاعد يشتغلون صار لهم فترات طويلة وفي كميات كبيرة طافت، فأتمنى تشوفون وين الخلل، لأنه مو معقول هالكميات هذه كلها طافت وتونا نطيح على الموضوع. فشوفوا شنو الثغرات اللي موجودة بالمنافذ، ويعطيكم العافية والله يقويكم والله يحفظ المجتمع. بعدين يا تاجر المخدرات الأثول ما يحايطون بالسوشيال ميديا، تنكشف بسرعة، ما يصورون. إذا شغال بسكة زبالة ما يصورون والناس تشوف، فتحت عيون العالم عليك يا الأثول. ايوه أنا ما يهرب، أنا ما شنو ما يهرب، ما عطيش طيارة خاصة، شاري لك جنطة شانيل، حتى شاري لك شكين.